الصفية يعني نقول يعني كلمة الإدارة الصفية مجموعة الإجراءات والتدابير التي يستخدمه المعلم لتوفير مناخا صفيا ملائما للتعليم والتعلم، والحفاظ على ملائمتها واستمراريتها، بما يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة. طيب، هو احنا لما بنقول الإدارة الصفية، هي الإدارة الصفية مجموعة الإجراءات اللي بتهدف إلى توفير المناخ الصفي الملائم للتعليم. يعني أنا عندي الإدارة الصفية هي اللي بتخليني أوصل للمناخ الصفي اللي أنا عايزه. الجو العام اللي بيسود غرفة الصف بيبقى فيه جانبين، جانب مادي وجانب نفسي. الجانب المادي يعني يمكن احنا لو يعني اتكلمنا عنه شوية، يبقى هنحتاج ان احنا نكلم كمان اولياء الامور اللي بتوفر لنا، بما اننا بنشتغل اونلاين، بتوفر لنا المناخ، الجانب المادي من المناخ الصفي. وطبعا ده يستلزم مننا ان هم يكونوا ملتزمين بكل القواعد، وكمان بيستخدموا الاجهزه المناسبه. موضوع ان هو يقعد من الموبايل ويقعد على السرير والكلام ده في الحقيقه يعني برضو من الجزئيه اللي احنا لازم نبقى منبهين عليها على الطالب وعلى وليه. طيب، الجانب النفسي السيكولوجي هو ده اللي احنا تقريبا بنهتم بيه قوي، لان احنا شغلنا اونلاين هو كله بيعتمد على هذا الجانب النفسي. طيب، انا بواجه مشكلات، ايوه انا بواجه مشكلات. بعض المشكلات اللي انا هعرضها دلوقتي بس لمجرد نعمل استثاره للذهن لينا، هي دي المشكلات اللي بتقابلنا. ده بعضها طبعا، هي بتقابلنا مشكلات اكتر من كده. بيقابلنا طالب غير منتبه، بيقابلنا طالب خجول، بيقابلنا طالب كثير الحركه، وطالب ضعيف دراسيا. طيب، حد يعني عنده مشكله بتواجهه يكتبها لنا على الشات، ممكن تكون وردت دلوقتي على ذهنه واحنا بنتكلم. يعني انا قلت كام؟ قلت اربعة. هل ممكن تشاركوني لو مثلا في مشكلة كده مهمة قوي انا ما حطيتهاش؟ المتسلط، اللي لا، موجود دي يا استاذة هبة، حقيقي. سريع الغضب، تمام. المتنمر، ايوه ده حقيقي. الذكي اكتر من اللازم، او اللي فاكر نفسه ذكي اكتر. كثير الشكوى، ايوه تمام. استاذة سارة، البلاب بلاب كتبت بالانجليزي. الثرثار، الغيور، الرغاي، ايوه الرغاي. طيب، جميل جدا. فعلا احنا بنقابل مشكلات كتير جدا، ومن ضمنها اللي احنا قلنا ده كله. طيب، خلينا نقول دي مشكلات بتواجهنا، ودي بيعتبر حاجات احنا لازم. ضعيف اللغة بالنسبة للمواد التي تدرس بلغة تانية، تمام. المتنمر والمتسلط، كثير الشكوى، الثرثار، ده مسقاع جبتيهم كلهم. الطفل سريع ينجز مهامه قبل زملائه، في فعلا السريع ده، ايوه. كثير الحركة، طبعا عنده فرط حركة. طيب، جميل، جزاكم الله خيرا. فعلا المشكلات دي بتواجهنا، وبتبقى أحيانا مشكلات بتنغص على المعلم الدرس. طيب. من مظاهر السلوك السيء اللي احنا بنواجهها الإفراط في الإفراط في الكلام، الضوضاء اللفظية وغير اللفظية. ينصرف عن المعلم، تلاقوا ان هو كده بينتبه لحاجات تانية وبيبقى مش منتبه. لا ينجز بما يكلف من أعمال. التحرك من مقعده بكثرة. دائما دائما يصل إلى الفصل متأخر. كل دي مظاهر سلوك سيء. كمان ممكن يعمل إعاقة لغيره من الطلبة، من باب إن هو يضايق. صح الكلام دوت؟ دي كلها مظاهر سلوك سيئة، واحنا فعلا بنشوفها. تمام. اشوف.
عدم التركيز، اه طبعا، ما هو عدم التركيز في كل اللي احنا قلناه ده وارد اساسا يعني. طيب، خليني اقول ان كل المشكلات دي بتواجهنا، واحنا النهارده بنحاول ان احنا يعني نتكلم عنها بشكل مختلف، يعني هندرس الموضوع في الحقيقة بشكل مختلف. ايه موضوع الدافعية والتحفيز؟ آه، هنتكلم عن قصة لفراش مايكروسوفت. القصة دي بالتأكيد يعني حضراتكم ممكن يكون حد سمع عنها. هي قصة حقيقية وقصة جميلة في نفس الوقت. القصة دي كان في واحد يعني لقى إن في وظيفة أعلنوا عنها في شركة مايكروسوفت، وهي وظيفة فراش. بينظف المكتب ويمسح الأرض وهكذا يعني. وبعدين لما راح يتقدم عملوا له المقابلة والاختبار، واتقبل، شبه اتقبل في الوظيفة، ولكن كان لازم عشان تتم الموافقة لازم يكون هيبعتوا له القائمة بالمهام وبالتواريخ على الإيميل. فسألوا، قالوا له الإيميل بتاعك إيه؟ قال لهم أنا ما عنديش كمبيوتر وما عنديش إيميل وما عنديش بريد إلكتروني. فالمدير رد عليه باستغراب كبير جدا وقال له ما عندكش بريد إلكتروني؟ أنت مش موجود أصلا. و... ومن لا وجود له فلا يحق له العمل. يعني مدير الشركة اعتبر ان دي حاجة يعني مش مقبولة اساسا. في الحقيقة الراجل خرج وهو فاقد الامل، لانه كان حاطط الامل كبير جدا على الشغلانة دي، انه كان محتاج فلوس ضروري جدا جدا، وكان معاه 10 دولارات بس. بعد شوية تفكير، لانه عايز، عنده هدف او عنده حاجة ملحة جدا انه يتحصل على اموال، ومعهوش غير 10 دولار. عمل ايه؟ اشترى صندوق طماطم واخده واتنقل بيه بين الاحياء السكنيه، وقعد يعدي على المنازل ويبيع الطماطم. في الحقيقه انه نجح في انه يضاعف راس ماله. كرر العمليه بنفس الشكل حوالي 3 مرات، وفي اليوم ده رجع بدل من 10 دولار ب 66 دولار، او 60 دولار يعني يعني على الروايات اللي بتقال. هو فكر وقال طب انا كده، ده انا كده ممكن اشتغل الحكايه دي واعيش بالطريقه دي. قعد يكرر العمل ده كل يوم، يخرج الصبح بدري، يشتري، يلف، يعني يحصل على ربح لحد ما اشترى. حصل عنده طبعا تضاعف للارباح. اشترى عربيه، بعد كده شاحنه، بعد كده بقى اسطول شاحنه، بقى بيوصل الطلبات للمنازل. في الحقيقة بعد 5 سنين أصبح الرجل من كبار الموردين للأغذية في الولايات المتحدة. وطبعا فكر إن هو يروح يأمن، يعني يعمل وثيقة تأمين على حياته عشان يأمن. يعني هم هناك تفكيرهم إن وثيقة التأمين دي مهمة جدا. وبعد مفاوضات فكر واستقر على واحدة من بوليسة التأمين. فموظف شركة التأمين قال له أنا عايز بريدك الإلكتروني عشان هبعت لك. قال له انا ما عنديش بريد الكتروني. برضو الموظف رد عليه باستغراب جدا وقال له ازاي ما عندكش بريد الكتروني وانت راجل يعني عندك الامبراطورية دي كلها وما عندكش بريد الكتروني؟ تخيل لو عندك بريد الكتروني كنت هتكون فين. عارفين الراجل رد عليه وقال له ايه؟ مين يقول لي رد عليه وقال له ايه؟ ممكن أنا. اه اتفضلي طبعا. قال له أكون زماني كنت فراش. ايوه بالظبط، زماني كنت فراش في مايكروسوفت. بالظبط. هو كان دي كله قال كان قرأتها كانت هيبقى. عجباني جدا. نعم. نعم. القصة دي قرأتها وكانت عجباني جدا. جدا، انا في الحقيقه من القصص كنت اللي انا بحبها قرأتها. جدا.
ده حقيقي فعلا. القصة متعتها في ان قد ايه الواحد ممكن يكون آه، افضل يوم في حياته هو اصعب يوم في نفس الوقت، ولكن هو حول اليوم الصعب ده لحافز لنفسه، ولعل الخير يكمن في الشر. ده حقيقي فعلا. آه هو الفكرة هنا من القصة وجمالها ان انا ممكن استلهم منها قد ايه اللي انا شايفه بعين الضرر وعين يعني الحزن، هو ممكن يحولني وينقلني نقلة تانية خالص. قد ايه القصص دي ملهمة ان احنا لازم نعلم ولادنا بالقصص دي وتبقى مصدر للإلهام. عايزة اقول لكم ان احنا محتاجين يعني نحيي فكرة الحكي والقصص. وعندنا قصص ملهمة كتير جدا من قصص الصحابة ومن قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومواقف متعددة وحكايات وبطولات من العظماء المسلمين ممكن ان احنا نستخدمها. وكمان في زي مكتبة جرير صاحبها نفس ليه قصة برضو جميلة جدا، وكانت فيها تحدي. قصص كتير في الحقيقة. عايزين نقول الفرق بين الحوافز والدوافع. أنا هنا لما بتكلم عن الفرق بين الحوافز والدوافع، الحافز هو محرك خارجي للفرد، بيثير عنده الحاجة وشدة إلحاحها بتقوي هذه المحرك وهذا الحافز، وقد تكون مادية أو معنوية. إذا هي الحوافز محركات خارجية، أما الدوافع فهي محركات داخلية للسلوك الإنساني، تنبع من ذات الفرد لإشباع حاجات معينة. يعني أنا عندي حاجتين، الحوافز والدوافع. أنا ممكن أكون حافز للطالب، لكن الدافع لازم يكون عنده. طب أنا إزاي بقى ألهمه هذا الدافع؟ هنشوف دلوقتي وهنتكلم عن الموضوع ده. التحفيز العلماء قسموه في الحقيقة لثلاث، يعني علماء السلوك قالوا إن هم ثلاث أمور. حافز حب البقاء، وده حافز يعني زي ما بنقول كده غريزة فطرية ربنا سبحانه وتعالى حطها في كل البشر لتعمير الكون. هو كلنا عندنا حب. اي حد هيتعرض لا سمح الله ان هو يعني بيعافر عشان هيموت، عنده حافز حب البقاء. ده حافز يعني حاجة كده غريزي عند كل المخلوقات. ولكن عندي كمان نوع تاني هو التحفيز الداخلي، وجود الدافعية من داخل الإنسان لفعل الذات. والتحفيز الخارجي وهو بإحدى وسيلتين الترغيب أو الترهيب اللي احنا قلنا عليه إيه؟ الدوافع. عندي حافز داخلي اللي هو ده الحافز، والدوافع اللي احنا كنا لسه حالا بنقول عليها دلوقتي الحوافز الخارجية والدوافع الداخلية. لكن العلماء كانوا قسموا تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. طب هي ايه العلاقة بين الدوافع والحوافز والسلوك؟ الحوافز هي حاجات ودوافع بتؤدي إلى سلوك مقصود. اه، التحفيز الداخلي ده، السلوك المقصود ده بيحقق نتيجة إيجابية أو نتيجة سلبية. طب هي هتبقى سلبية بناء على إيه وإيجابية بناء على إيه؟ بناء على المعادلة اللي قبلها. إذا كان الدافع أو الحاجة دي هتعمل سلوك مقصود، السلوك ده هيكون إيجابي فيدينا نتيجة إيجابية، أو سلوك سلبي هيدينا نتيجة سلبية. يعني احنا هنا بنتكلم في اننا احنا ممكن نكون سبب في السلوك السيء عند الطالب. اه، ميس آية بتقول النتيجة هتكون حافز جديد. حافز جديد يحركه طبعا لو هو مدرك ان احنا بننقله من مرحلة لمرحلة. طيب عندي السلوك داخلي او خارجي برضه. السلوك الداخلي برضه من الفرد نفسه، والسلوك الخارجي بيخضع لتأثير البيئة الخارجية. عشان كده ممكن الطالب، او ممكن انا هتكلم بصفه عامه، يعني بلاش كلمه الطالب عشان بس ما نقولش ان احنا محددين كلامنا قوي. السلوك ممكن يعني يبقى نفس يعني نفس الظروف
او نفس الهدف، ولكن السلوك نفسه يختلف من من شخص لشخص تاني، لان ممكن سلوكه يتأثر بالبيئة اللي حواليه، والتاني يكون البيئة بتؤثر أيوة على سلوكه، طريقة السلوك نفسه، وحتى طريقة التعبير وطريقة التعامل مع الموقف، كل ده في الحقيقة بيتأثر بالبيئة الخارجية. اه طبعا، بس الجينات دي خلينا نقول بقى اللي هي الجزء الداخلي، اللي هي بتنبع من الشخص نفسه. تمام يا مستهاني. طيب. اه تمام. طيب، ليه التحفيز؟ هدفنا ليه هو التحفيز؟ يعني احنا ليه النهارده عمالين نتكلم عن موضوع التحفيز؟ ايه أهمية التحفيز ده؟ طيب، خلينا هنشوف في الفيديو ده ذا ليتل فروج. اه مؤثر جدا جدا جدا. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي، وخلينا نشوف كده. Oh no! It's too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Ah. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? We'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Listen to him! Save your strength! Don't even try! Just stay down! Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's deaf. Come on! You can make it! طيب، حضراتكم خدت بالكم من فكرة الفيديو؟ كان في الدفعة الأول كان عنده دافع غريزة البقاء جواه، وبعد كده تشجيع بعضهم ليه في البداية هو اللي خلاه ياخد الحافز إن هو يعني يقفز، لكن الضفدع اللي فضل تحت كان أصم، فما كانش سامع تحفيزهم طبعا، فحاولوا إن هم يديله إشارة وتحفيز إن هو هو كمان يقدر يقدر إن هو يخرج من نفس الحفرة يعني. طبعا طبعا، هو لو كان انتبه اصلا ان هم عمالين يقولوا مش هتقدر مش ما هتقدر كانش مش هيعدي. هتقدر، ما كانش عمره بالظبط. هو فاكر ان هم بيشجعوه، فهو عمال
يحاول يحاول، في الاخر قال لهم شكرا على تشجيعه. هو حاسس ان هم بيشجعوه، فهو مش سامع، بس هو شايف ان في حد بيشجعه. يعني ممكن تكون مجرد الاشاره هي اللي الهمته، في حين اللي جنبه ثبتت من همته. طب لما لقوا ان هو قدر يعملها، ابتدوا يشجعوا التاني ان هو الاصرار مهم جدا. انا لازم اكون فاهم قد ايه انا ممكن الكلمه وممكن تاثيرها وممكن حاجات كتير جدا. طيب. طيب خلينا هنكمل. واستحملوني، النهارده هيكون عندنا برضو زي المره اللي فاتت كده، معلش شويه معلومات كتيره، فاستحملوني، معذره يعني. هيكون عندنا شويه حاجات دسمه كده. اه لازم يؤمن بنفسه ويحترم قدراته بالظبط. بس انا كمان لازم اعلمه يا ميس آية يعني ايه يؤمن بنفسه، يعني ايه يحترم قدراته. احنا في الحقيقة في مناهج بناء الشخصية ربنا يخليك يا رب يا مس شيماء، ربنا يعزك يا رب. احنا قد ايه في مناهج بناء الشخصية اول ورشة بتتعمل هي تقدير الذات. يعني ايه اقول انا عمالة اقول له قدر ذاتك قدر ذاتك، هو مش فاهم يعني ايه الذات اصلا، هي ايه الذات اصلا. فقد ايه دلوقتي مناهج بناء الشخصية بقت مهتمة جدا انها تخلي اول حاجة تقدير الذات. كتير مننا بيفقد الحافز، بيفقد سعادته، وبيفقد كتير قوي من طاقته بسبب ان هو لا يقدر ذاته، وبالتالي لا يقدرها الآخرون. إذا لم أقدر ذاتي لن يقدرني الشخص الذي أمامي. إذا لم أحترم ذاتي لن يحترمها الآخرون. عايزين نرسخ عند أولادنا الاعتزاز. ولكن بالظبط، ما فيش حد يحدد قيمتك، انت فقط تحدد قيمتك. ولكن برضو انا عايزه احافظ على الشعره ما بين تقدير الذات والغرور. عايزين يعني نخلي لاولادنا فيهم هويه، يعني تقول ما شاء الله يسلم اللي رباهم. يعني انا دايما بحب قوي فكره يعني الدعاء لمن ربى هذا الشخص. يعني ربنا يا رب يرزقنا واياكم، لان ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. التربيه دي رزق، يعني ما هياش بايدينا. طيب. الجمود الصفي. ما هو الجمود الصفي؟ ثبات المعلم على خطوات محدده في حصته، لا يكاد يغير فيها او يبدل، مما يفقد درسه عناصر الاثاره والتشويق، ويفقده هو الجاذبيه والتالق، مما يضر بالعمليه التعليميه. الرتابة والملل والنمطية، وأصبح الطالب يتوقع ما ستسير عليه الحصة، وبالتالي لو ما سمعتهاش بودني هو بيقولها برضه، يعني الطالب برضه بيقولها، اللي هو يجي تاني كل مرة. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندنا ضعف دافعية لدى المتعلمين. آه بيبقى منتبه للمشتتات اللي حواليه، ما بيسألوش الدرس ماشي كده، ولا في أسئلة ولا في أي حاجة. ما فيش عنده استثارة فكرية ولا ذهنية. غياب الأسئلة من قبل الطالب، أو عدم مبالاة بالمادة. نعم. كل شوية يبص في الساعة، هي الساعة كام، هو احنا هنخلص امتى. ما فيش تفاعل، المستر يسأل وكله عامل كده، مفيش تفاعل. ممكن ينام، أيوة التثاؤب. كده بقى اللي هو تمام. طيب
المعلم نفس الكلام بيكرره، وبيكرر نفس الافكار. الوقت عنده فيه وقت كده مش عارف يعمل حاجه فيه. الولاد كل شويه يتحركوا زهقانين. طب ممكن الحمام، طب ممكن اروح اشرب، ممكن ايوه بالظبط يا ميس امان، يتحجج شويه كل شويه عايز يهرب من السيشن. وبعدين تلاقيهم بقى مكشرين ومكضمين وقاعدين. ده اسمه الجمود الصفي. يعني نسأل الله العفو والعافية، عافانا الله وإياكم يعني من هذا الجمود الصفي، لأنه حاجة بتبقى محبطة للمعلم أكتر من الطالب. يعني تخيلوا حضراتكم احنا كبار اهوت، ولو ما كانش فيه تفاعل وكده بنحس بإحباط، وبنستشعر ان احنا مقصرين في حاجة غلط. فما بالكم لما يكون الواحد بقى مع أطفال وبيبقى الموضوع محتاج مننا مجهود أكبر يعني. أنا شايفة إن التدريس للكبار أسهل من التدريس الصغيرين في الحقيقة، محتاج مجهود كبير جدا جدا مننا. طيب، أنا عندي منظومة لزيادة دافعية الطلاب للتعلم. عناصر المنظومة دي هي منظومة كده بتخليني أعمل زيادة دافعية للتعلم، وهتلاقوا كلها فيها لفظ متكرر: الجاذب، الجاذبة، الجاذبة، الجاذب، الجاذب. لأن عامل الجذب هو العامل يعني العامل المشترك، زي فاكرين زمان كنا نقول عامل مشترك بين كل منهج بيكون جاذب، معلم جاذب بأسلوبه، أنشطة جاذبة للطالب، بيئة جاذبة، يكون حاطط وبيستخدم أدوات وي، مخرجات جاذبة، وتقويم جاذب. دي عناصر المنظومة. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك دكتور تهاني. أهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ لو طبعا يعني لو في أي تعليق احنا طبعا بنستفيد من مداخلات حضرتك. ربنا يكرمك وينفع بيكم جميعا يا رب. هو بس يعني لو في النص مثلا 5 دقايق هننتقل ما بين جزئية والتانية. كان في بعض الشباب في بعض المصطلحات اللي كانت بالعربي عايزين يعرفوها هي إيه معناها بالإنجلش، أو توضيح أكتر ليها عشان معانا أساتذة إنجلش. وفي نفس الوقت اساتذه الانجليش كان في مصطلحات بالانجليش اتقالت عايزين يعرفوها يعني ايه بالعربي. فبس يعني اللقطه دي ايه في النص كده واحنا بننقل من جزئيه لجزئيه، استاذن حضرتك نقف عندها نشوف الشباب كانوا محتاجين ايه. حاضر، تحبوا نرجع طبعا تاني حضرتك. ولا؟ لا لا لا، تسلمي لو ممكن دلوقتي. اتفضل. طيب الشباب جهزتوا الاسئله اللي كانت عند حضراتكم؟ الناس اللي كانت قالت لي عندنا بعض النقاط عايزه تتوضح. مش ساره، مش سلمى. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. وعليكم احنا السلام تمام في سلمى. الدفاتر كده ان شاء الله، ونكمل لو في حاجة قدامنا وقفت بإذن الله هنسأل بإذن تمام، الله. الله يكرمك الله يخليك. رجاء لو في اي حاجه مصطلح ما تخليش اللغه عائق. تمام، في في محاضرات كتير احنا بنحضرها مثلا ممكن يبقى فيها كلام بالانجلش، في ناس بتقعد مش فاهمه حاجه خلاص. وفي ناس يعني اساتذه الانجليش في بعض المصطلحات التربويه بالانجلش ممكن ما يكونوش عارفينها. فالرجاء ما حدش يتكسف من حاجه، احنا هنا بنتعلم من بعض. وطولة العمر ليكم جميعا لحد ما هموت هنتعلم. ما تخليش خجلك او كسوفك يمنعك انك تسأل. تمام، بالعكس ده السؤال ده كنز مفتاح لحاجات كتيرة جدا. لا يا طيب دكتور محمد، وحضرتك كنت بتقول الكلمات، انت حضرتك كنت بتقول كلمات في وسطها انجلش ايوه زي وانت ايه بقى؟ بتشرح. لا، ما انا مش هعرف. طب مش حضرتك هعرف. شوفي ايه ايه الحاجة اللي مش واضحة وقولي لي وانا عنيا لحضراتكم، يعني اشوف ايه الحاجة ومفيش مشكلة. تمام. ما انا لدرجة كان في ترجمة تحت حضرتك كده، كنت باخدها واحاول افهم. طيب تمام، اهم حاجة ما يبقاش في عائق لان الترجمة دي اوقات مش بتبقى صحيحة. ايوه. تمام، تسلمي مستر. شوفوا بس الفيديوز المسجلة لو في اي حاجة مش فاهمينها انا مع حضراتكم ودكتور تهاني طبعا. اه طبعا، اي حاجة. تسلمي يا انا دكتور. خلوني انا اتخصص لغة عربية، ودكتور محمد تخصص الله لغة يخليك. انجليزية. يعني خلينا نقسم التخصصات عشان انا لغة عربية تمام الحمد لله.
لغة إنجليزية. الحمد لله، بس يعني خلينا نقسم التخصصات. طيب الحمد لله. موضوع التحفيز ده طيب مهم جدا. اخر حاجه بس، اتفضل. بس اللي الواحد اتعلمه في الحياه، وان انت كنفسك كاستاذ طالما انت متحفز ونشيط ومستعد جدا للحصه، هتقدر تنقل ده لطلابك بكل سهوله. فانت لو متضايق او كده، لا، حاول تستجمع قواك وتنسى اي موقف حصل قبل الحصه. الطاقه بتتنقل، الله يكرمك، صحيح كده، الطاقه بتتنقل. وما نعيش ان احنا عايشين ان في حد بيحفزنا. يعني الواحد في حياته، اي نعم، في اصدقاء لينا واقارب زي النجوم في حياتنا، هم يعني بيشعلوا جذوة الحماس عندنا، وبيخلوك انت تحفزك لموضوع معين عايز تعمله. انا عايز احضر دبلوم، انا عايز دكتوراه، انا عايز اهاجر، انا عايز اعمل كذا. بتلاقي حد بيعمل بوشنج حلو. اوقات ماما بابا ربنا يديهم الصحة. ف بس افضل شيء يجي من نفسك انت. يعني ما تعيش على حد بيحفزك، انت نفسك اعرف مفاتيحك. مهمه قوي الكلمه دي. تمام، وحفز نفسك، وكذلك مفاتيح طلابك طبعا. تمام، بس كده. مدير في الشغل. طيب عناصر بس المنظومة حضرتك. لا لا، تسلمي، ربنا يبارك في حضرتك، اتفضلي حضرتك. طيب هو طبعا أنا يعني هاخد من كلام دكتور محمد آه، إن يعني إيه أقوم من النوم أصلا وما عنديش حافز أو دافع في اليوم ده. يعني مفيش أي معنى. كلنا عندنا حاجة بتدفعنا نكمل، وفي المقابل عندنا إحباطات وعندنا ظروف وي. لكن لو استسلمنا للإحباطات والمثبطات، احنا في الحقيقة آه، مش هيبقى في حد عايش ولا بحاجة بتتغير ولا بنتقدم ولا أي حاجة. ولكن القوة في إنك تتغلب. وأنا داخل دلوقتي زي دايما بقول برتدي عباءة تناسب الموقف. أنا داخل على المحاضرة برتدي العباءة اللي تناسب القامات اللي أنا داخل أتكلم معاهم. داخل السيشن بتاع الأولاد برتدي العباءة المناسبة لهذا الطالب وهذا آه، الموضوع اللي أتحدث فيه. فلذلك لابد أن يكون المنبع من عند حضرتك. وقد تكون ملهم لآخرين، ملهم لأولادك، ملهم لطلبة اللي أنت بتدرس لهم، ملهم لأصدقائك. كتير مننا يعني في الحقيقة بنلاقي حد بيقول أنا فخور بيك قوي، أنا مبسوط من اللي بشوفه. إحنا ممكن نكون ملهمين لناس، فدي حاجة بتبقى جميلة جدا جدا. واستشعروا يعني قيمتها لما تحسوا بنجاحكم إن شاء الله، بتلاقوها حاجة رائعة يعني. طب طرق التحفيز هم عملوها كده يعني في حاجة كده على سلاسة: التخويف والمكافأة والإقناع. هم 3 حاجات في التحفيز. كل واحد بقى ليه مدخله. حتى احنا مع أولادنا في البيت عارفين ابني ده غير ابني ده، وده ليه طريقة وده ليه طريقة. طبعا يعني التخويف مش هنرعبهم يعني، بس احنا في حاجات بنشتغل عليها كده اللي هي الترهيب والترغيب زي ما بيقولوا، ودي بتبقى بمعايير ومقاييس. انا طبعا مش مع مبدأ التخويف تماما، عشان بس ما الامور ما تتروحش في حتة تانية. انا دايما اي ام تيجي تقول لي انا قلت لابني ولا لبنتي اللي بيصرخ في الشارع بتيجي شرطة الاطفال وتاخده وترميه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. يعني ازاي اصلا اصدر لابني او بنتي مبدأ الرعب ده، ويخاف من المجهول ويصبح شخصية خوافة وجبانة. وبعد كده نقول ايه؟ ابني شخصيته مهزوزة، ابني خواف. طب ما هو حضرتك انت اللي خوفتيه من حاجات هو يجهلها. هو لا يعرف شرطة ولا يعرف آه ولا يعرف المكان اللي هياخد فيه الأطفال، ولا هيعرف أبو شكل مش عارف ايه. هو ما يعرفش الكلام ده. انت عملتي له مربع رعب، هو مش فاهم. فأصبح أي حاجة غامضة هو بيخاف منها.
عشان كده نلاقي واحد مقدام قوي لان ده ما اتعلمش خوف من هو صغير، والتاني خواف لان اهله زرعوا جواه فكره الخوف. ايوه ابو رجل مسلوخه، ابو رجل مسلوخه وب 44 والكلام ده، ايوه بالظبط كده. فكره ان هو يتبني على انه شخصيه آه يعني عندها قناعات، بالظبط. شوية. ايوه. فكرة ان هو اكلمه واقنعه، ومرة مكافأة ومرة نقول له العواقب زي ما قالت الشيماء وهكذا. طيب، في بقى مجموعة مرتكزات كده لزيادة الدافعية عند الطلاب. خليني بعد ما اخلص ان شاء الله هقول لحضراتكم مجموعة كتب بتتكلم في الموضوعات دي، وهي يعني تقريبا المعلومات دي متجمعة من يعني خلاصة. وفي كتاب اسمه 100 فكرة، ده معمول باوربوينت كامل، ملخص الكتاب جميل جدا بصراحة، وفي أفكار حلوة أوي. إيه هي المرتكزات اللي بنقول عليها لزيادة الدافعية للتعلم؟ أولا، مفيش عامل واحد فقط بيزيد الدافعية للتعلم، هو مجموعة عوامل مترابطة. يعني أنا ما عنديش عامل واحد آه، واقول ان انا هو ده العامل اللي هيخليهم يعني عندهم دافعيه التعلم. لا خالص، ده هو عوامل، عده عوامل بتشكل هذه الدافعيه. اذا كان عندي ما يزيد دافعيه عند طالب، لا يعني لا يصلح لطالب اخر، وما ينفع مع المرحله الابتدائيه لا ينفع مع المرحله الثانويه، وما ينفع مع المرحله الاعداديه لا يناسب الابتدائيه. فكل حاجه وليها ظروف، وكل طالب وليه طريقه في التعامل، فدي حاجات بتختلف. أساليب زيادة الدافعية لازم تتطبق على الجميع، ما استخدمهاش مع واحد وأقول للباقي لأ. أنا لازم يكون عندي دافعية للجميع، ما أقولش ما هو ده كده كده شاطر، ما هو كده كده ده شغال، لا ما ينفعش. أنا لازم برضو أديله دافعية إن هو يكمل على نفس النهج اللي هو ماشي عليه. لأن أنا لما بعمل إحباط للشخص، إحنا هو كبار يعني، إحنا ككبار لما نلاقي ما فيش تشجيع بنحبط، وما يبقاش عندنا رغبة نكمل. لما ما بيتقالش كلام كويس ما بيبقاش عندنا رغبة ان احنا نكمل. ف... فما بالنا بأطفال صغيرين، بيفرق جدا معاهم الموضوع دوت. اه بالظبط. يعني حضرتك لما تعملي وتبذلي مجهود وتعب، وبعدين ولا حاجة، ايه؟ طب مش هعمل حاجة وانا صاحب قرار اهوت وناضج وعاقل وعارف ان انا لازم اعمل، ولكن في وقت بلاقي نفسي خلاص فقدت اصلا الرغبة. اما هذا الطالب فهو هيرفض العمل يعني هو مش ما عندوش حتى يعني رؤية للعواقب، ولكن هيتوقف. اتفضلي يا مس شيماء، حضرتك رافعة عاملة ريز هاند. دكتور تهاني، كنت عايزة بس كمان ازاي أعلق حضرتك؟ على الحمد لله تمام، شكرا لسؤال حضرتك. على حتة التحفيز، إن الإنسان مش بس بيحتاج التحفيز عشان يكمل في الحاجة الكويسة. في ناس بتحتاج إنها تعرف إن هي على الطريق الصح، إن أنا كده صح وتمام أكمل. يعني ما بيبقاش عندها الثقة الكافية، وكمان بتبقى محتاجة التوجيه. فدي برضو بتفرق جدا ومهمة قوي. اه بالظبط، زي ما بقول لحضرتك دلوقتي الطالب المتميز، لا انا هحفزه ليه؟ ما هو متميز اصلا. لا هو كمان محتاج نقول له بالظبط. برافو انت كويس، كمل. لسه انا بالظبط كنت بقول كده. النقطة دي، لو حضرتك كنت يعني الصوت كان كويس. انا لسه بقول كده، مش التحفيز ده للكل، للكويس وللي مش كويس يعني، وحتى الكويس ده كمان محتاج اقول له برافو انت كويس. يعني دي حاجة بتخليه هو حتى يعني يستشعر ان هو مبسوط. العقل البشري يعمل بالتحفيز اكتر من العقاب. صح مستر شريف، صح طبعا. ولكن خلينا مش هنقول يعني كل الناس زي بعض، في ناس بصراحة بتمشي بالعقاب برضه. فمش كل الأولاد، يعني في أولاد للأسف لازم نبدأ معاهم بالعقاب. صح ولا إيه؟ للأسف يعني. طيب،
وبعدين يعني هو اساسا يعني من امن العقاب يعني يعني واضرب المربوط يخاف السيد، الكلام اللي هو اللي احنا عارفينه ده. طيب. اه بالظبط بتجيب نتائج عكسيه، صح. صح. هو اي حاجه تزيد عن حدها يا ميس ايه بتجيب نتائج عكسيه. يعني مثلا اللي هو انا بتعامل و... و... ومش مدرك ان انا يعني لا، انا لازم يبقى عندي يعني تقنين لكل حاجه، كل حاجه لازم ليها تقنين. اه بالظبط، كل حاجه بمقدار. صحيح. طيب. لا تتحقق الدافعيه الحقيقيه بالمكافآت قصيره المدى. النقطه دي مهمه جدا. وسطيه، ايوه يا مستهاني، وسطيه. اللي هو ايه، عارفين حضراتكم اللي هو الام اللي تقول لابنها هجيب لك حاجه حلوه بكره عشان تعمل كده، هجيب لك حاجه حلوه بكره عشان تعمل كده. طب ماشي، مره في مره هنلاقي المكافاه الدافعيه اللي هي بتاعت في وقتها دي هتفقد قيمتها. لا، هو لازم يكون عنده تخيل لما سيصبح عليه، زي ما كده بنقول ايه، عشان انت يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احنا لما بناخد السيشن بعد ما بنخلص نقول بقى ايه، انا حاسس ان انا عايز يعني ابدا بقى الدراسه، عشان انا حاسس ان انا هكون متحمس جدا وانا بشتغل المره دي وي، لان انا بنيت في خيالي اللي احنا بنقوله ده، انا بطبقه وحسيت ان انا ناجح، وتخيلت نفسي قاعد في السيشن ومندمج والولاد مبسوطين، وتخيلت السوبرفايزر وهو داخل بيمدحني و... والشغل. حته التخيل دي، تخيل النجاح دي في حد ذاتها فيها دافع ليه وحافز. وفكرة انت اصلا يعني تخيل كده نفسك بعد ما تخلص وتدخل الكلية اللي انت عاوزها وتحقق وتوصل وتبقى شخص ناجح، وقد ايه تبقى انا فخورة بيك، وقد ايه يعني فكرة ان هو يكون عنده بقى حاجة كده هو بيشتغل عليها لان هو عارف ان هو وصل لها. ايه اللي بيصبر الشاب الصغير اللي في ان هو ياخد كورس ويشتغل على نفسه ويعمل، لان هو تخيل نفسه هيبقى متميز وناجح، عشان كده بيتعب وبيقدر يكمل. لكن لما انا ببقى ما عندوش تخيل للحافز بتاعه ده، فهو هيكمل ليه؟ يعني هو ايه اللي هيخليه يتعب نفسه؟ ما الشباب اللي زيه قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن وبيلعبوا كورة ايه اللي يخليه يوجع دماغه ويدنه قاعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة بيتعلم كورس عشان يعمل سي في كويسة، عشان هو آه، ملا هنا خيال بانه هيكون شخص ناجح. اوقات المكافأة او العقاب مع طالب بيموتوا، بي بيكونوا استنفذوا وما يستجبش. عشان كده التغيير في الانواع العقاب والمكافأة لازم يكون مطلوب. زي مثلا حضراتكم الاولاد اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، لما بيكون مثلا طفل بيعلموه في الجلسات في السيشن، بيجيبوا له اكتر حاجه هو بيحبها، وتبتدي يكون دي المكافاه اللي يخلوه عشان يتجاوب معاهم، مثلا اذا كان عنده مشكله في النطق، اذا كان عنده مشكله في المشاكل الحسيه والحاجات دي. بس دايما القاعده بتقول ما تثبتش الحافز لانه هيفقد قيمته. مش سلمى بتقول ابني ماله؟ داون. اه ربنا يقويك يا رب يا مستنى، ولو في اي حاجة يعني انا تحت امرك، لو في اي حاجة محتاجاها انا تحت امرك في اي وقت. جزانا واياك يا حبيبتي، ربنا يأجرك عنه يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تشوفيه. وبعدين الحاجة على فكرة الحالات دي بتتحسن جدا، ويعني احيانا تبقى حاجة سهلة وان شاء الله تبقى يعني يبقى زي الفل، وممكن يبقى
احسن من الطبيعي كمان. طيب، امين يا حبيبتي، ربنا يا رب يقر عينك دي يا رب، امين يا رب العالمين. طيب، ميس هبه بتقول هل المثل الدارج الحسنه تخص والسيئه تعم، ده صحيح؟ ايه راي حضراتكم؟ إيه، في مثل بيقول الحسنه تخص والسيئه تعم. لا. بس رشا بتقول لا. بس زي بتقول لا. لا، انا كمان مش بحبه المثل ده. لا، سيء، برافو. ولا انا معاكم 100%. انا في الحقيقه مش مع يعني انا ليه يعني ليه ابقى انا بعمل كل حاجه كويسه وعشان واحد غلط انا اتعاقب يعني؟ ده ضيق افق من الشخص اللي هو بيتعامل مع الموضوع، وعدم يعني ادراك لصحه الموقف. لا، مش صح الموقف ده. حقيقي. طيب، جميع الطلاب يمكن إثارة دافعتهم فقط تعرف على ما يسبب ذلك من اهتماماتهم وحدث. إزاي؟ لازم أنا عشان أعمل إثارة للدافعية لازم أعرف اهتمامات الطلبة، ولازم أعرف حاجاتهم إيه اللي بتخليني أقدر إني أنا أحدد هكافئ وأعاقب إزاي. إنما أنا لو معرفتش يعني ما فهمتش شخصية اللي قدامي، فأنا في الحقيقة مش هعرف اديله اي حافز واي دافع. تمام. طيب، نكمل. التوقيت والسياق والحجم والعدالة تقوي اثر اساليب زيادة الدافعية. بصوا كام حاجة. امتى ادي، وفي اي وقت، في البداية، في الاول، بعد، قبل، وحجم هذا الحافز يكون كتير او قليل، ولازم يكون عندي عدالة، ما اتبعش السيئة تعم والحسنة تخص، كل واحد ياخد حقه. وبعدين بلاش فكرة ان انا يعني بعمل كده من باب ان انا بنجز، يعني اهو كله زي بعضه وخليني اخلص، أنا لسه بقى هقعد افسر واقول ده ايه وده ايه. لا طبعا. فدي كلها الحقيقة مرتكزات زيادة دافعية الطلاب للتعلم. تمام. طيب، ايه هي الحاجات الست للطلاب؟ في حاجات أساسية المفروض أنا كمعلم بعمل إيه؟ بقوم ب يعني سد هذه الحاجات عند الطالب. هما 6 حاجات عنده. طبعا قبل ما قبل ما ابدا اشرح، ممكن لو دكتور محمد عايز يعلق على المثلث دوت اتفضل. لا، تسلم يا دكتور، شكرا. تسلم يا رب. الحاجات يعني اللي انا بتكلم عنها دي هي الحاجات اللي هي زي ما بنقول كده اهم حاجات عند الطالب، انا المفروض اني انا بشتغل عليها. وزي ما حضراتكم شايفين هو مثلث، في حاجات أساسية. هنبدأ من تحت من القاعدة دايما، حاجات أساسية. ودي طبعا آه، اللي هي بتكون معانا احنا في الأونلاين، تخص شوية ولي الأمر. لازم يكون وقت الأكل والشرب بعيد عن وقت الدرس. لازم يكون معلمه أو مفهمه أنت وقت الدرس مفيش تويلت، مفيش ان انا اروح اشرب، مفيش ان انا جعان، مفيش. اكون مرتب نفسي، اكون قاعد في مكان مناسب، اكون قاعد على مكتب كويس، اكون يعني لابس ملابس كويسة،
اكون قاعد على كرسي مريح. كل الحاجات دي حاجات اساسيه لازم اكون متوفره عند الطالب. ودي طبعا في شغلنا الاونلاين مش هو ده اللي احنا يعني احنا ده مش الجزئيه بتاعتنا، دي جزئيه طبعا. لكن لو انا في المدرسه لازم اوفر مكان والجو والتهويه كل الحاجات دي. طبعا عايزه اقول لكم برضو الطالب في الاونلاين لو هو قاعد في اوضه حر قوي هيبقى زهقان، مش هي يعني لازم ولي الامر يكون حتى الاوضه مناسبه ان هو يقدر يتحمل انه يقعد فيها لفتره طويله. طيب عندي بعد كده الحاجه للامن. ده بقى الجزء خاص بينا. مفيش حاجه اسمها عندي طالب مفضل على طالب تاني. مفيش تمييز بين الطلبه. مفيش آه، يعني من باب الهزار يعني فكره ان في مثلا معلمه انا اتذكرها كانت مع اولادي، كانت بتهزر مع بنوته مليانه شويه وتقول لها كفايه اكل، انت هتاكلينا. وكان طبعا البنت مضطره تضحك. بس انا قررت نفسي آه، لما كانت بنتي بتيجي تحكي لي كنت اقول لها يعني بلاش تضحكوا لما الميس دي تقول كده، لان هي الميس اصلا غلطانه. وانا لو البنت دي كانت بنتي وجت اشتكت لي انا كنت رحت عملت لها مشكله، لان ده اذى نفسي، ولانها طفله مش فاهمه فكانت مضطره تضحك عشان بتكون طبعا محرجه. فده نوع من انواع الاعتداء النفسي اللي انا في الحقيقه اللي احنا بنقول عليه تنمر، فهو نوع من انواع التنمر فعلا. طبعا في المدرسه احيانا كمان بيمدوا ايديهم، وده هو ما بيبقاش حاسس بالامان في الدرس مع المعلم ده، لانه عارف انه ممكن يتضرب في اي وقت. اللي هو كمان المدرس اللي هو معلش يعني آه، يقعد يسكع في العيال كده من باب الهزار والاستظراف يعني، وده كان موجود في مدارس كتير. المؤلم ان الطالبه نفسها تقبلت. اه طبعا، ما هي بصي هقول لحضرتك حاجه، دي طفله ضعيفه، وكمان هي مش عايزه تحرج نفسها، فيعني هي فيها حاجات كتيره كده نفسيه. الحاجات دي بتبقى اصعب حاجه يعني. ممكن للاسف المعلم يؤثر على الطالب تاثير يعني كريه بجد بسبب الحاجات دي. كمان التهديد ده اسلوب فعلا يعني. انا بتكلم على جانب الاحتياج دلوقتي اللي هو الحاجه للامن. لو حضراتكم معايا يعني ده تاني حاجه. اه بالظبط، المدرسه بتشجعهم على التنمر من باب ان هي فاكره كده ان هي دمها خفيف يعني. اه بالظبط. طيب كمان التهديد، احيانا المدرس بيهدد الطالب. انت لو ما عملتش كذا انا هعمل كذا، لو ما عملتش كذا انا هضربك، لو ما عملتش كذا انا مش عارف ايه. ده تهديد، وده بيفتقد للامن في الدرس بتاع المعلم ده. ولازم النظام يكون على الجميع لا استثني منه احد، لان انا عشان احس بالامن لازم استشعر ان انا واخد حقي زي غيري بالظبط. آه يعني ايه احس بالامن والامان؟ كلنا محتاجين للامان، حتى واحنا كبار بنبقى محتاجين للامان. وفي شخص دايما هو اللي بيحسسنا بهذا الامان، وجوده بيحسسنا بالامان. الاطفال بقى دايما عايزين يحسوا بالامان مع المعلم، في البيت، في النادي، مع المدرب. الأمان هنا هو العدل والمساندة والدعم. هو ده المطلوب من المعلم أو السلام السلام عليكم حضراتكم، سامعيني كده؟ ايوه واضح الصوت يا دكتور. لا، من عندي أنا بعتذر، الإنترنت فصل.
طيب حضراتكم سامعيني كده ان شاء الله؟ تمام. طيب هعرض تاني. الباوربوينت هيظهر دلوقتي، ومعذرة على اللي حصل. طيب طيب بعتذر بعتذر لحضرتك. لحضرتك. تسلمي، ربنا يعزك يا رب. طيب خلينا نكمل تاني ان شاء الله. ظهرت الشاشة ظهرت، ها؟ تمام. طيب كنا بنتكلم عن حاجات الأمن والحاجات الأساسية. في أي سؤال في الاثنين دول؟ واضحين؟ في أي سؤال عليهم؟ الحاجات الأساسية الحاجة للأمن. طيب بعد كده، تمام، تسلم يا رب. طيب عندي بعد كده الحاجة اللي بعد كده الحاجة الاجتماعية. طيب إيه هي الحاجة الاجتماعية؟ الحاجة الاجتماعية، أنا بتكلم هنا عن العلاقات الإيجابية بين الطلاب. اسأل على زميلك. زميلكم اللي غايب ده حد سأل عليه؟ نعمل مجموعات. نقول مين بيحب القراءة يبقى مع بعض ويدعم بعضه. نشجع ان احنا نعمل لهم يعني زي ما كده ان شاء الله نسكول. كان دكتور محمد بيقول هيبقى فيه مجموعة أنشطة. آه، يعني هنعمل للموهوبين، نكتشف المواهب ونجمعهم مع بعض، يشجعوا بعض ويقوموا بابتكارات مع بعض. كمان أشجعهم إن هم يشتركوا في الفاعليات. مش بس مع بعض هنا، لا، أي فعالية لقوها بره اشتركوا ويلا و... وتعلموا إن أنتوا تشاركوا وتكونوا مبدعين، يكون عندكم رغبة في إنكم تدعموا غيركم. لو طبعا في قدرة إن احنا نعمل رحلات، وممكن على فكرة نعمل حاجة زي كده برضو اونلاين، ان احنا كأنها رحلة ولكن نعملها بشكل يعني على على الكمبيوتر يعني، ونديهم اماكن ونبقى مع بعض وبنتفرج ونتكلم. دي بتبقى حاجة جميلة جدا يعني. طبعا آه، استخدم وسائل اللعب والاستمتاع، العاب ذهنيه، مسابقات. وده دلوقتي بقينا عندنا الحاجات دي كتير ما شاء الله، الوورد وول، وعندنا يعني الالعاب اللي احنا بنستخدمها في كلاس دوجو، وكل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده بيدي استمتاع كتير جدا. نحاول نعلمهم يعني ايه التنافس الجماعي، وازاي ان التنافس دوت. آه، انا لازم يكون عندي تنافس مع نفسي الاول، اني دايما احسن من نفسي. كلمة التنافس مع الذات، وازاي اتقبل اصلا فكرة ان انا مرة اخسر مرة اكسب، واني لما يكون في شخص كويس بلاش يكون عندي يعني نظرة سلبية أو كلام سلبي لنفسي عنه، إن ده غلط. وأنا أحاول أعزز إن التنفس بشكل إيجابي. آه، أحاول برضو إن أنا أعمل مشروعات. اتفضلي يا أستاذ. اتفضلي يا أستاذة فريدة، إن شاء الله تطمنينا بإذن الله. اتفضلي. ربنا يطمنك يا رب. ألف سلامة. آه، طيب إن شاء الله. كمان مفيش مانع ان انا اتكلم معاهم عن الشخصيات العلمية والاجتماعية المشهورة، واعلمهم من قصص حياتهم، ومن يعني من القصص الملهمة ليهم، هي تكون حافز ليهم. اهتم كتير جدا بالوجود تحديات تكون مناسبة لقدراتهم. دي في الحقيقة الحاجة الاجتماعية اللي أنا بحاول أشتغل عليها. طيب عندي حاجة تانية، وهي
آه، الحاجة للتقدير، ودي حاجة مهمة جدا جدا. أنا لازم يكون عندي ثناء على إنجاز هذا الطالب. لو بعت لي الواجب بتاعه، أكتب له كلمة حلوة تشجعه. وكمان مفيش مانع إن أنا في الفصل كمان آه، أشتغل على إني أمدحهم قدام بعض، لأن ده مش كفاية إن أنا أتكلم مع حد كويس بيني وبينه. في الحقيقة إحنا نفسنا كل واحد فينا بيحب ان هو يعني لما يعمل حاجة كويسة مثلا يتقال ان هو كويس قدام الناس، عشان ده بيفرق معاه جدا. عشان كده التقدير ده مهم مهم قوي. كمان أبرز نجاحات الطلاب زي ما وبنعمل قائمة شرف شهادة تقدير. دي حاجات جميلة جدا وبتخلي عندهم آه، الشير. اه، ما هو انا بتكلم عن الحاجات الستة شرح، انا ما بعرضش حاجة يا استاذة هديل. انا بشرح كل واحدة، انا اللي بشرحها. اه، هي الحاجات بس، لكن انا مش عارضة حاجة، انا اللي بشرح. هو لو انتوا تحبوا ابعت لكم الكلام ده احاول ابعته لكم، مفيش مشكلة. بس هو في حاجة صعب يعني محتاجين ابعتها ولا تمام؟ تمام، طيب. أستاذة دنيا بتقول أنا كنت بعمل كده في موضوع الواجب، بس برضو ما كانوش بيعملوا الواجب. معلش، هو أصلا يعني فكرة لا، ما فيش مشكلة عندها الواجب. هو فكرة الولاد اللي ما بتعملش الواجب في الحقيقة للأسف بتواجهنا. بس يعني نحاول نخلي الموضوع ده ليه مثلا درجات بيتحصلوا عليها. في النهاية ده هيأثر على مثلا تكريمهم، على تفوقهم، يعني نديله كده أهمية في شغلنا في التقويم النهائي أو في تقييم الطالب في نهاية يعني أنا مش معقولة أساوي بين الطالب ده والطالب ده. اه، برضه ما بيعملوش، يعني هو عليه وبرضه ما بيعملوش. دكتور تهاني، هو الشير قفل. اه، انا بحط الشير تاني لان في حد بيقول لي ان الشير مش واضح عنده. مش عارفه بقى المشكله عندي ولا عنده، بس انا هحطه تاني اهو. هو ظاهر ان هو شير عندكم، فاللي مش ظاهر عنده يبقى كده مشكله في النت. لا، ظهر يا دكتور. طب تمام. طيب تمام، كله ظاهر الحمد لله. طيب تمام. اللي ما بيعملش الواجبات في الغالب بيفضل ما بيعملهاش، هو للاسف بيبقى يعني سلوك يا استاذه فاطمه فعلا. وعايزين نقول بس حاجه، البيت مهم، البيت مهم، البيت مهم في نقطة الواجبات دي. يعني أنا لازم برضو أشرك البيت وأقول لهم يا جماعة ما تسألونيش عن يعني بقى مشاكل الطالب دوت، لأن هو مقصر. يعني ما أنا لازم برضو، المعلم بيعمل كل اللي عليه، فلازم هما كمان يعملوا كل اللي عليهم يعني بصراحة. خصوصا السن الصغير، ده أصل عايز متابعة بقى. ومعلش اسمحي لي برضو، الناس بره في ناس كتير بتبقى مشغولة قوي. اه، بيكتفي بواجبات المدرسة بس. بالظبط. اصل هي دي يعني هتقرص الوادي للأسف. طيب، نكمل بقى. آه نكمل تاني الحاجة للتقدير. طيب احنا قلنا كده نشجعهم، آه نسمعهم. حاجة للتقدير، انا لازم اقدر نفسيتهم جدا وادعمهم واقدر مشاعرهم. ما استهينش بكلامهم ولا بمشاعرهم ولا بمشكلاتهم. مشكلاتهم ممكن تكون صغيرة بس هي على قد سنهم. إن كان أكبر همنا وإحنا صغيرين إن إحنا عاوزين نجيب لعبة وتمنها جديد، بس هي دي مشكلتي على قد سني. أنا لازم أتعاطف مع مشكلتهم وأديهم إحساس إن أنا مقدر إحساسهم ومشكلتهم، ولازم أهتم بيهم كلهم.
وبلاش انتقاد، وخصوصا الانتقاد قدام زمايلهم. حتى لو عندي انتقاد لطالب احاول اخليه ما يبقاش بيني وبين الولاد كلهم، لان ده غلط جدا. انوع في وسائل الشكر والتقدير للطالب، ودايما اظهر لهم توقعات ايجابيه. آه، انا متوقع ان انت هتكون من الاوائل، انت هتكون مهندس ممتاز. وزي ما بنقول في معلمات كتير قوي او معلمين ما بيندهوش للطلاب باساميهم، يسالوهم انت عايز تكون ايه. زي قال له هبقى مهندس، ما بيقولوش غير يا باش مهندس، يا باش مهندس احمد، يا باش مهندس محمد. الدكتور ما بيندهلوش غير بدكتور، لان ده بيعزز عنده الرغبه اللي هو بيسعى ليها. وكتير كتير جدا بننصح الامهات: ادعمي امنيه طفلك، ادعميها نفسيا، ادعميها بالكلمات، ادعميها ب... 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 يعني بالاحساس، عشان يحس ان انت بتسانديه. دايما لازم احسسهم ان هم يعني انا بقدم لهم كل الاحترام، واشعرهم ان هم اهل الاحترام دوت. ده مهم جدا. ابني لو انا دايما اقول لو انا ما احترمتوش محدش هيحترمه. احنا اللي بنوجه احترام، يعني احترام الناس لاولادنا، احنا اللي بنعمله بنفسهم. لو انا حد تجاهل ابني وانا تمام بالنسبه لي ما اهتمتش، فخلاص هيظل يتجاهله. لو حد شتم ابني وانا ما وقفتوش عند حده، هيستمر. فانا لو ما احترمتوش، لو انا شتمت ابني قدام الناس هجرأ عليه غيري. فلاحظوا ان انا اللي بصنع هذا الاحترام لاولادي، بعمل لهم قدر وبحافظ عليه. فدي مهمة جدا. طيب، عندي بعد كده الحاجة لتحقيق الذات. احنا خلاص بقى بنبتدي نعلى، وهنوصل بعد كده للحاجات اللي هي يعني الأكثر دقة كمان يعني. الحاجة لتحقيق الذات، أنا في الحقيقة لازم أخليهم يشاركوا في اتخاذ قرار، في حل مشكلات. ودي مناهج التعليم الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي دخلت التفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار، كورت سكامبر. كل الحاجات دي عشان تعلمهم هذه السلوكيات اللي بتحولهم من مجرد طالب عادي، لا، لطالب بيستشعر تحقيقه لذاته وقدرته على اتخاذ القرار وحل المشكلة. نديله مهام يقوم بيها ويعملها ويحققها لازم عشان يحقق ذاته. ولازم نعمل تعزيز للإنجاز ده. ومفيش مانع إن احنا يكون كل مرة عندنا طالب يكون هو المعلم لأقرانه، هو اللي بيعلمهم وهو اللي بيشرح. وعندي طالب ممكن يساعد طالب آخر. واحد مش فاهم أقول له طب يا فلان يلا اشرح لنا أنت. لازم أعزز عنده هذه القدرات. انا لازم زي ما بقولت تحقيقه لذاته ده لازم ارسم في ذهنه، زي ما كنت بتكلم من شوية، صورة ذهنية للنجاح الدراسي والمهني. الصورة الذهنية دي نوع من انواع الحافز اللي بيستمر عليها. لازم دايما يكون قصته كشخص ناجح ترتبط بقصص الناجحين، ويكون قدوة لغيره. وكمان أربط قصته وكفاحه مع غيره من المشاهير والناجحين. لازم أقول له نقاط قوته، وهو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه لما قلت بنعمل سيشن تقدير الذات. لازم نخليه يعرف نقاط القوة عنده ويقدرها ويعرف إمكانياته. آخر جانب وهو أهم جانب، الجانب
الجانب الروحي أو الحاجات الروحية أو الجانب والاحتياجات والإشباع الروحي للطالب. وده في الحقيقة احنا كمربي، يعني كمربي كمعلم، خلينا نقول دور حضرتك كبير جدا في انك تدعمه بالالتزام بالقيم والاخلاق. دايما اربط الاخره والثواب والاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما اعرفه يعني ايه الاثر الطيب. افهمه انه لازم يشترك في برامج تطوعيه ويساعد الناس ويدخل في حملات تكون فيها مجتمعية، فيها مثلا زيارة مريض، مساعدة فقير وهذه الأشياء. لازم يكون عندي كلام دايما، موعظة حسنة، قصة، موقف. بالظبط، عشان كده بيقولوا التربية والتعليم، لأن ده لو حضرتكم لاحظتوا إن هو أعلى شيء في الهرم، في هرم الحاجات للطالب. كمان يعني انا في الجزء الروحاني ده بحب دايما ان احنا نربطه في حياة الطالب بكل حاجة نعملها معاه. لحد هنا الحاجات في المثلث ده فيها اي حاجة محتاجين نوضحها؟ اه بالظبط، مادة القيم. لان ما بقاش في مادة تربية تقريبا التربية الإسلامية والحاجات دي ما بقتش موجودة، فحولوها للقيم. طيب، الجزئية دي تمام. كده احنا يعني آه، عندنا منظومة يعني خدنا منظومة زيادة الدافعية، وبعدين دلوقتي خدنا الحاجات الستة اللي احنا بنحاول نشتغل عليها. طيب، كيف تبني الدافعية الداخلية؟ كيف تبني الدافعية الداخلية؟ أولا، أنا لازم أختار موضوعات تتماشى مع ميول واهتمامات. مستهاني بتقول المهارات المهنية مادة بتعلمه ازاي يتصرف. اللي هي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عليها يا مستهاني، اللي هي التفكير، اتخاذ القرار وحل المشكلات، اللي احنا بنتكلم عليه في مناهج البناء الشخصية، التفكير الناقد، التفكير الإبداعي. بالظبط، هي دي، بس بتختلف الأسماء يعني. طيب، كيف تبني الدافعية الداخلية؟ موضوعات تتماشى مع ميول واهتمامات التلاميذ وخبراتهم، استخدام مثيرات مختلفة، التفاعل الإيجابي والتعاون بين التلاميذ. طب الدافعية الخارجية، الربط بين الجهد والنجاح والمكافأة، والثناء والمديح من المعلم. لأن الدافعية الداخلية دي حاجة لو ما كانتش جوه الطالب نفسه وعنده قناعة بيها، مش هيقدر يكمل أو مش هيستفيد من الدافعية الخارجية. الدافعية الداخلية، اصل انا مهما اعمل بوش للطالب في الدافعيه، لو هو ما عندوش، وده الفرق بين اللي بيعمل الواجب واللي ما بيعملش الواجب. هما كلهم عندهم واجبات تانية ممكن يعملوها، لكن الفكرة ان ده عنده الدافعية ان هو نفسه عايز يكون شاطر. عشان كده بنلاقي فيه طالب كده دؤوب قوي. طيب، كيف تبني التوقع للنجاح؟ انا دايما بديله تحديات، بستثير فيه النجاح. كمان أكلمه عن حاجات واقعية للنجاح. آه أنا أصلا لازم أكون عندي ثقة فيه وفي قدراته عشان هو يثق في قدراته. أساعده إن ما يكونش فيه أي عوائق للنجاح. عنده مشكلة في كذا، أنا أحاول أحلها له. ده مهم جدا جدا. طيب، التقدير الذاتي والتعزيز ده زيادة الثقة بالنفس، تعزيز الاحترام لشخصه. طب لما يكون عندي بقى معلم
وعنده طالب ما بيعملش مثلا المهمة المطلوبة وما بينجزش، واقول له انت فاشل، انت عدنك فاشل، انت مش هتتغير، ايه اللي بيحصل؟ احباط، كراهية للمعلم، كراهية لزمايله، وسلوك سلبي بيؤثر على مناخ الصف كله. لان هو يعني عارفين حضراتكم لما يكون بيحاول كده يعكنن على كل اللي حواليه، والطالب ده بيعمل كده. طيب، ازاي نخلي ازاي نخلي المناخ الصفي مناخ، اه بالظبط، هو بيتغير للأسوأ. طب ازاي بقى اخلي المناخ الصفي ايجابي؟ ازاي اخليه ايجابي؟ اولا لازم يكون عندي هدوء وود ومساندة، واحنا قلنا الكلام ده، وابتسامة، ومعاملة متوازنة، حسن ترتيب، أكون أفكاري مرتبة، ورقي مرتب، عرضي مرتب، وأكون عارف أنا هعمل إيه. لازم يكون المناخ الصفي فيه فيه إيجابية ودافعية، علاقتي تكون كويسة بالطالب، في ألفة واحترام متبادل، ولازم يكون في خط كده من إني أكون الطالب ده حبيبي وصديقي وابني، ولكن يكون العلاقة ليها حدود مرسومة وواضحة، إن لازم يكون في احترام متبادل. زي الفل، انت مدرس لطيف ومستر انت كيوت وي بس في نقطة هو عارف انه لا يستطيع ان يتعداها. اذا تعدى هذه النقطة بتسقط عندي العلاقة في بئر عميق للأسف، وبيضرنا وبيضر هذا الطالب. استخدام الدعابة، والدعابة المقبولة اللي في مكانها اللي مناسبة، ونراعي اختلاف البيئات واختلاف الثقافات، اللي عندنا مقبول عند غيرنا مش مقبول. كنا في سيشن وكان في مجموعة من الإخوان السودانيين اللي هم جايين مصر، يعني كنا بنعمل لهم سيشن دعم يعني، ودعم نفسي. فقالوا كلمات بالنسبة لنا احنا اللي هو عملنا كده، لكن هي عندهم يعني في حياتهم هي كلمات عادية جدا ومقبولة وما فيهاش أي حاجة. فبالتالي أنا لازم أراعي إن أنا ممكن أقول كلمة الطالب، أنا بالنسبة لي هي مجرد دعابة، لكن بالنسبة للطالب تنقله بشكل يعني يكون مسيء لاسمي كمعلم. النقطة دي مهمة جدا. التأكيد على المدخل الإنساني للتدريس، وده آه، أستاذة دنيا بتقول كنا في عيد الأم وبقول لولد إيه حبيبي جبت الماما ليه؟ قال لي ما بنحتفلش بعيد الأم. بالظبط، بالظبط. يعني 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 دي فكرة بقى إيه، إن هنا اختلاف الثقافات والبيئات و وقناعات وقيم وحاجات كتيرة جدا، فأنا لازم في حاجات بيكون فيها يعني استشف بقى، انا ابدا استشف يعني. بالظبط. الرسائل الايجابيه مهمه جدا. انا على فكره يا جماعه الحماس في صوتي والطاقه اللي عندي عامله زي ما تكون بتجذب كل الطاقه اللي حواليا، وبتجذب حضراتكم. صوتي ونبرته بتجذب سمع حضرتك. كلامي وانا مثبته السلايد وبتكلم حضرتك شايف حاجه لكن صوتك بيقول حاجه تانية، فانت بركز هنا وهنا. انا طريقتي ممكن يا اما تخلي حضرتك معايا يا اما في حته تانية. الرسائل الايجابيه مش بس كلام حلو يلا شد حيلك يا بطل، لا، الرسائل الايجابيه حتى في الامثله، حتى في طريقه التون، حتى في ابتسامه، في مسابقة، في تشجيع، في حاجات كتير. الرسائل الإيجابية مش بس كلمات، دي طاقة أنا بتبادلها مع الطالب ومع الشخص اللي قاعد قدامي.
تقديم المساعدة الإيجابية. آه، أحيانا الولاد في سن معين بيبقوا محتاجين مننا مساعدات. يعني هعرض كام سلايد كده عن احتياجات الأولاد في مراحل سنية مختلفة، وهم محتاجين مننا إيه، فهتكلم عليه بالتفصيل شوية في السلايد اللي جاي. المظهر العام للفصل، وده طبعا لو أنا بتكلم كل طالب بيفتح الكاميرا. يعني انا بصراحه مش بحب ابدا الطالب اللي يبقى الكاميرا خلفيته السرير. ما بفضلش حاجه زي كده يعني. مش عارفه ليه بشعر يعني باهانه كده يعني. حتى لو عايز تقعد اقعد في الانتريه مثلا، اقعد في السفره، يعني ما يبقاش ظهرك السرير، ظهر السرير يعني. فالمظهر العام ده مهم جدا، ما يبقاش قاعد بالبيجامه، يعني ده مش حلو يعني. كمان عشان المناخ الصفي يكون مناخ إيجابي، التجهيز لازم أكون مجهزة شغلي من قبل الدرس، محضرة الحاجات اللي هستعين بيها، الأمثلة، آه الحاجات اللي في إيديا اللي أنا هشتغل بيها، إن ده كله مهم جدا جدا. طيب، أنا عندي وأنا بقول التأكيد على المدخل الإنساني للتدريس والتعليم. إيه المقصود بالجملة دي؟ يعني حضرتك زي ما قلنا وعدنا من اول السيشنز، كنا بنقول حضرتك مش ملقن، مش داخل تقول بلاب بلاب بلاب، لا خالص. حضرتك شروط. حلو، جميل. ده عايزين نحطه كده، نعمل له بين للولاد في الزون. آه طيب، المدخل الإنساني للتدريس، أنا لازم يكون حضرتك عارف. أيوه بالظبط. حضرتك ميسر لعملية التعلم، تهتم بإدارة وضبط وتنظيم التعلم. حضرتك بتتعاطف وتحترم التلاميذ وتتعامل بود. حضرتك مش مجرد شخص عادي، كأنه ابنك، مش سيبه بتقول كأنه ابنك وبتخاف عليه. المدخل الإنساني للتدريس والتعليم هذا يخص المعلم. حضرتك إنسان تعلم، والإنسانية كلمة كبيرة جدا مش كل الناس بتطبق معناها. الإنسانية مجموعة من المعاني، يعني يتقدس ظهورها في شخصية المعلم. فأرجو إن احنا نهتم بالمدخل الإنساني، لأني أنا مش مجرد مرتزقة من هذا العمل، لا، أنا يعني مش نهاية تقولي التعليم ناو ماشي أكتر في اتجاه التعلم الذاتي وتدريب الطالب على السعي للمعلومة، فلا بد من توجيه الطلاب بحب حتى يتقبلني. هو يعني هي قصدها مس هاني ان هو اصلا التعليم ماشي على الاعتماد على نفسه، فيعني دور المعلم بيتقلص. فلو دور المعلم ده ما كانش دور افكتيف قوي على الطالب، مش هيروح كله. طب نقل الرسائل الإيجابية، ودي برضو أنا اتكلمت فيها، اللي هي الألفاظ والأشكال، بس يعني هي سهلة، أنا اتكلمت عليها من شوية. طيب، كان المرة اللي فاتت، السيشن اللي فات، كان حد سأل عن نشاط يخص الكيمياء والفيزياء. مش متذكرة معلش مين اللي سألني، بس أنا هدي مثل شيق. النشاط يعتبر علمي. ميس آية، طيب بصي معايا كده يا ميس آية على النشاط ده، وهو حاجة كده مثيرة للطالب شوية وفي نفس الوقت هي علمية. وهي قصة حدثت بالفعل لأحد الشخصيات الشهيرة جدا، ولكنها معروفة وحدثت كثيرا حيث أصبحت أمرا شائعا. إيه هي القصة؟ بعد وفاة أحد الأشخاص ب20 سنة، تم نبش قبره لانتشال الجثة ودفنها في بلدها الأصلي.
ولكن الغريب هو إن الجثة كانت سليمة وغير متحللة، أو متحللة بدرجة صغيرة جدا. السؤال: لماذا لم تتحلل الجثة؟ التربة نفسها. ده رأي مش هديه. طيب، مش شيماء، طبيعة التربة. على فكرة أنا بعد كده هقول لحضراتكم مين الشخصية دي وهتعرفوا هي إيه اللي حصل. طبيعة التربة، مش إيه كمان قالت طبيعة التربة. حد عنده إجابة تانية؟ هو حسب طبيعة التربة المدفون بيها الجثمان، مش هبة. علاء ولي الدين؟ لا. 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 ممكن تكون جثة لشخص تاني مدفون في نفس المكان؟ لا، هي جثته فعلا. هي جثته. مم. طب حد عنده إجابات تانية؟ كان من الشهداء؟ إيه لا، هو بشكل تاني. خليني هقول لك دلوقتي هتعرفي هو في الشهداء ولا مش من الشهداء. ها. طيب، تحبوا أجاوب بقى؟ عبد الحليم؟ لا. الأنبياء؟ لا لا، يعني خليني أقول ده شخص عادي يعني. دفن قبل موت. طيب، الشخص مات بالفعل وتم دفنه بالفعل، وهي جثته مكان جاف زي الصحراء. طيب، الرغبة في انتشال الجثة أصلا ليس لها علاقة، يعني ليها علاقة غير مباشرة باللي حدث. يعني هم حبوا ينقلوه. يا ريت، عايزة أعرف، ميس ياسمين عايزة تعرف. طيب، الإجابة: هو الجثة دي كانت للقائد العسكري نابليون بونابرت. وفعلا بعد 20 سنة لظهور شكوك، هم حبوا ينقلوا الجثة وحبوا ينبشوا القبر. ليه بقى؟ لأن هم شكوا بعد 20 سنة إن هو مات مسموم. فلما فتحوا طلبوا تشريح وفتح الجثة، بالفعل كانت غير متحللة. والسبب هتقول لنا ميس آية. ايه بقى السبب يا ميس آية؟ مات مسموم بسم معين، وهو ده اللي أدى إن الجثة غير متحللة. مين من الكيمستري هيقول لنا؟ هو اتسمم كان زمان فورمالين؟ لا. زمان، ايوه، الله ينور عليكي يا استاذه شيماء. كانوا زمان بيستخدموا الزرنيخ. ايوه، الزرنيخ لا، مش بيحافظ على الجثه بقى. الزرنيخ بيؤدي الى نفور دواب الارض، فبتبقى مده طويله دون ان تتحل. بالتالي انا عرفت الولاد ماده الزرنيخ بتعمل ايه بشكل عملي، وعملت لهم اثاره لعقلهم. كمان ممكن استخدمها في نهاية السيشن واقول لهم دوروا مين دوت وايه اللي حصل وايه، واخليهم يدوروا. والمادة دي اه قعد مفعولها 20 سنة. دي حقيقية، قصة حقيقية. آه على سبيل المثال برضو في أواخر التسعينات في اليابان أصيب أكتر من 160 شخص. آه يعني ب 160 شخص في نفس اللحظة أصابهم صرع، وكانوا من الأطفال. والسبب ما كانش معروف ولم يكن متوقع. وفي النهاية، عشان بس ما حيركوش وضيع لكم الوقت، اكتشفوا إن الأطفال دي كانوا في نفس التوقيت بمعرفة الأسباب
كانوا بيتفرجوا على مسلسل كرتون اسمه بوكيمون، فاكرينه؟ حد فاكر المسلسل ده؟ كان في اواخر التسعينات. اه، ما تتفرجيش عليه تاني. هو اللي حصل ان المسلسل ده بالتحديد في الحلقة 38 استخدموا نوع من المؤثرات البصرية اللي كانت بتؤدي لظهور ضوء ساطع مفاجئ. الضوء ده أدى إلى إصابة 160 طفل بحالات الصرع، وتم تسجيلها في نفس الوقت. طيب ايه اللي انا بقوله بقى، وايه موضوع الأنشطة اللي انا قلتها دي دلوقتي؟ انواع الأنشطة اللي انا قلتها دي أنشطة مختلفة، بس بتفيد الجانب اللي هو العلمي. آه، يعني هي مجموعة ألعاب تدريبية جميلة. بالبحث بتلاقي حاجات كتير قوي، في بقى حاجات كمان بوليسية، وفي حاجات يعني مختلفة الشكل وممكن نستخدمها بكذا شكل. عشان كده أنا بقول أنا ممكن يعني أطوع المادة اللي أنا بشتغل فيها. اه بالظبط كده، بطريقة تفيد الطالب بعدة جوانب. ده النشاط العلمي اللي أنا حبيت أتكلم عليه. طيب عندي شوية يعني آه، سلوكيات. آه، خليني أقول كده إيه اللي أنا هقوله بقى دلوقتي برضو. هي دي النقطة اللي أنا كنت عايزة أتكلم عليها، ويعني إحنا إن شاء الله قربنا يعني ننتهي. بس هديكم كده حاجة جميلة لينا كلنا يعني. أنا بحب بصراحة السلايد دي دايما، وبضيفها في كذا سيشن بما يخص التعليم أو أولياء الأمور. يعني دي فايدة كبيرة جدا إن أنا أعرف صفات ابني في المرحلة دي واحتياجاته وإزاي أتعامل معاه. الصفات في المرحلة الابتدائية الأولية من 6 ل 10 سنوات: بيحبوا الحركة، بيحبوا التقليد، عندهم قوة ذاكرة، عندهم براءة، بينسوا كتير. حتى تلاقيهم ممكن يعني حد يكون مزعلهم وينسوا. بيحبوا الحلويات. آه عندهم تقدير للمعلم جدا. كلمة شكرا لما بقولها للطفل في السن ده بيتبسط قوي بيها. بيحبوا الخير جدا. بيعرفوا يكتسبوا العادات بسرعة، لكن في نفس الوقت بيحبوا جدا التملك، بيحبوا ألعابهم قوي يتمسكوا بيها، ممكن ما يدوهاش لحد. عندهم ضعف في التركيز ومتشتتين، وعندهم سرحان وملل، لأن هم في الوقت ده ما بيكونش عندهم أي هدف واضح، فأي حاجة بتلفت نظرهم بيروحوا لها. تعرفوا على أصدقاء كتير في السن دوت، مش مهم صاحبهم ده شكله ايه، غني فقير، ما بيهتموش قوي بالفروق الاجتماعية. مش عندهم ده الطبيعي على فكرة. ها خليني بس بقول ده كده الحاجات الطبيعية. بلاش نتكلم مثلا لو في بنوتة في السن دوت ولكن الإيجو عندها عالي أو اتربت على شكل معين لكن ده أنا بتكلم على حاجات اللي اتفق عليها العلماء. عندهم أسئلة كتير، عندهم قدرة على التعلم، وكمان بيخافوا شوية و بيتكسفوا كتير يعني. طيب دي المرحلة من 6 ل 10 سنوات اللي بنقول عليها المرحلة الابتدائية الأولية. أنا جايبة من أول المرحلة 6 ل 10 سنوات، ما بدأتش من قبل كده. يعني أنا عندي الحاجات اللي قبل كده بتاعت الأطفال وسماتهم بس إحنا نسكول بنهتم بالمرحلة الابتدائية من بداية الأولى ابتدائي والثانية وكده. فأنا بتكلم على الجزئية اللي تهمنا. عندهم حب استطلاع طبعا، بس خليني أقول لك حب الاستطلاع ده بيبقى كمان من قبل المرحلة دي كمان أكتر. يعني بيميز المرحله اللي قبل دي اكتر شويه. احنا هنا بندي الحاجات اللي عليها السبوت الجامد قوي. طيب آه ايه بقى اللي هم يعني محتاجينه؟ هم مبدعين كمان في الحكايه دي طاقته متجدده طبعا. طيب انا لازم انا كمعلم بقى اعملهم زي اولادي، اكون قدوه، استخدم القصص بتاثر فيهم قوي.
طبعا ما اقدرش اقول لهم ما تروحوش دورات المياه. اه ايوه يا استاذه فاطمه. طيب ربنا يهديهم البنات، ويعني ما هو برضو البنات برضو فيهم مميزات بصراحه، ربنا يخليهم كلهم يا رب. طيب بيحبوا ان انا اهزر معاهم، ده يعني بيبقى لطيف قوي، بس بشرط الا يتجاوز حدود الادب. واحفزهم بالهدايا، لان ده حلو ليهم جدا. طيب آه التوصيات التربويه، بسط العبارات حتى يفهموها. بلاش الاوامر المعقده، يعني العده اوامر في امر واحد، ما هم ما يفهموش الكلام ده. دايما اعرفهم يعني ايه وسائل السلامه، ويعني ايه خلي بالكوا فيشه اللابتوب ما تحطوهاش وتكون تحتها حاجه سخنه، ما تلعبوش بالموبايل وهو في الشاحن، الحاجات دي. احاول دايما وسيله التعليم تبقى باللعب، لان ده هيسهل لهم. اتواصل مع اولياء امورهم بصفه دوريه، لان ده مهم جدا، لان التواصل مع اولياء الامور في السن ده مهم. لازم اراعي الفروق الفرديه بينهم، استخدم لغه الجسد عشان اثر عليهم اكتر، وافهمهم ان في حاجات مناسبه ليهم، وانا استخدم حاجات تناسبهم وانوعها، ما تبقاش ثابته على شكل واحد. طيب دي المرحله الابتدائيه الاوليه. في اي سؤال في المرحله الابتدائيه الاوليه؟ طبعا دكتور محمد لو عايز تعمل اي مداخله اتفضل. لا اسلام يا دكتور، شكرا. طيب آه، تمام. طيب المرحله الابتدائيه العليا من 10 ل 12 سنه. انا بقول المرحله الابتدائيه العليا هنا، ما قلتش مرحله المراهقه. ولو ان عندنا المراهقه بقت ممكن تبدا من السن ده، ولكن هي المفروض ان هي لسه ما بقتش. يحبوا الحركه، يحبوا التقليد، برضو ذاكره قويه، قلوبهم صافيه، سريع الغضب، بيحبوا الثناء والتشجيع، بيحبوا الاشياء اللي المعلم بيديها لهم بتاثر فيهم قوي، بينفع معاهم الترغيب والترهيب، ومتعاونين مع بعض، وبيحبوا التعلم والاستكشاف. طيب نفس الشيء، ايه التوصيات التربوية هنعملهم مع انهم ابنائنا؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه، نستغل بقى قوة الذاكرة، حفظ القرآن، قيم، نغرس القيم اللي عندنا، الصدق، الأمانة، وهذه القيم. برضو لازم نراعي الفروق الفردية، ونديهم هدايا، وننوع البرامج اللي نستخدمها. وهنا التعليم بالترفيه، هنا كان التعليم باللعب، لكن هنا التعليم بالترفيه، لانه ابتدى يكبر شويه. ولازم ما اخلفش وعدي معاهم ابدا، اكون صادق وملتزم. برضو اذا كان في دعابه تكون بحدود الادب. استخدم معاهم اسلوب القصص، وانا بحب قوي ان انا دايما لما اوجه لهم نصيحه اديها لهم بشكل قصه، تاثر فيهم وبتخليهم يعيشوا معايا قوي وانا بديهم النصيحه، واخليهم هم اللي ينتقدوا ويطلعوا العيوب والمميزات، ونتناقش مع بعض. بيفرق قوي في توصيل المعلومه والنصيحه للطفل. بس طبعا اكون عندي ذكاء، لان في امهات مثلا تقول له ده ابن اختي قال، والولد يفهم، ولا انت بتقولي الكلام ده عشاني اصلا. هم دلوقتي ما بقوش يعني ابقى عندهم وعي وذكاء، اللهم بارك، يعني مختلف عن زمان. احنا زمان كنا ممكن تتقال الحاجه وما نفهمش ولا اللي في دماغنا خالص يعني. كمان نغرس جواهم ان في فرق بين الصديق الصالح والصديق اللي بيضر. واقول دايما اوجههم ان الاصدقاء مش كلها تصلح ان انا استمر معاهم، ولازم نصبر على كتر اسئلتهم. طيب بعد كده عندي المجموعه الحلوه اللطيفه اللي بنقول عليها المتوسطه، من 13 ل 15 سنه، او بنقول عليهم دخلوا في مرحله المراهقه. لكن خدوا بالكم من حاجه، زي ما قلت المراهقه ممكن تبقى من قبل كده كمان، مش من 13. لا هي ممكن تبقى قبل كمان، ممكن تبقى من 11 احيانا، او من 10 كمان، لان
طبيعة الأكل أثرت شوية، والهرمونات اللي في الطعام أثرت شوية على تغير يعني البناء الجسدي للأولاد. يحبوا الحركة، التقليد، بيهتموا بالتفاصيل وحب الظهور وإثبات الوجود، لأننا دخلنا في مرحلة المراهقة. برضه بيحاولوا يتعرفوا، عندهم شوية تهور لأنهم إلى حد ما يعني متأثرين. بيتأثروا قوي بالقدوة في السن ده. حتى تلاقي الولاد في السن ده بيتعلقوا بالمغنيين وباللاعيبة الكورة، وبيتأثروا قوي بيهم، وبيحبوا المعلم اللي بيقدرهم. خدوا بالكم من حاجة، احنا الأول المراحل الأولى كانوا بيحبوا المعلم بصفة عامة، لكن اللي هيقدر هنا بقى يبتدوا يميزوا ده بيقدرني، ده بيتجاهلني، وبيبقوا حساسين قوي. بيحبوا التحدي والمغامرة بطبيعة السن طبعا، متعاونين، عندهم حماس، إجابة سريعة، عندهم نشاط. أحيانا بيظهر الكذب على بعضه. ما عمرهاش حصلت كده وعملت مسابقة وبعدين قلت للولاد عملتوا كذا، يقولوا اه، ولما تقول له طب يلا قول يقول لك لا ده اخويا اللي كان يعني. نعم، حصلت معاكم؟ انا عن نفسي حصلت معايا في السيشن اللي كنت بعمله، اللي هو يعني عايز يظهر نفسه هو ده مش كذب يعني. احنا بس عشان نعرف ايه هو الكذب لازم نعرف سببه. هو كذب يعني هو كذاب؟ لا، ده مش كذاب، ده عنده حب الظهور، فانا ممكن اديله بقى البرستيج بتاعه كده عشان يظهر وما يلجاش للكذب. عنده ضعف في التركيز وكثير الملل، عندهم أسئلة كتير، وقابلين للتعليم أو للتعلم. أحيانا بنوصفهم بأنهم عقلهم على قدهم، بس ده غلط طبعا، لأن هو في السن ده بتبقى طاقته كلها متوجهة في الحاجات اللي احنا بنقولها دي. طيب، العلماء هنا وصلوا بقى عند مرحلة من 15 ل 18 سنة، قالوا عليها المرحلة الثانوية. فيهم حماس، مهتمين بمظهرهم جدا، بيحبوا التحدي والمغامرة، ولديهم جرأة وشجاعة، ولا يقبلوا النقد. خدوا بالكم يا جماعة، الولاد في السن ده بيبقوا حساسين. أنا من وجهة نظري من قبل السن ده كمان، يعني من بداية المراهقة الحساسية بتزيد قوي للنقد. آرائهم الشخصية لابد إن احنا نحترمها، لأن هم بيبقوا حساسين قوي، عندهم تمرد وعناد ومزاجية، وده طبعا سن المراهقة معروف بالطريقة دي. اه، خصوصا والله كلهم بيبقوا حساسين قوي، بس الصبيان ما بتبينش، بس هم بيبقوا حساسين جدا، ولو هو حصل حاجة كده بتلاقيه انفجر من كتر المشكلة اللي هو حاسس بيها. بيتعلموا بسرعة، وعندهم حب تعلم الاستكشاف، والعاطفة عندهم جياشة، ويتأثروا بسهولة. طب البنت أي كلمة كويسة للبنت تلاقيها يعني. طب إيه الموضوع في الموضوع ده؟ الموضوع ده أنا دايما أقول البنت دي ما حصلش عندها إشباع من الأسرة. البنت اللي تتأثر بكلمة أي حد بره، يعني هي ما حصلش عندها إشباع أسري من بابا ومن أخوها ومن ماما. في المرحلة دي محتاجة بابا يمدحها كتير أوي، محتاجة أخوها يمدحها كتير أوي، عشان تحس إن هما آه، ذكور في حياتها، ادوها الإحساس اللي هي لو سمعته من بره ما يفرقش معاها. ما بيحبوش الأوامر، بلاش أطالبهم بحاجات كأنها أمر، ده غلط. وسائل التواصل طبعا، كل واحد بيدخل في مكان يعني بيبقى عايز يكون مؤثر، والناس تتأثر بيه، وعايز يبقى معروف في كل مكان، فهو بيكون يعني طريقة التواصل معاهم بلاش نكلمهم بطريقة فيها أمر كده، لا خليهم كمان هم يعني يشتركوا ويدخلوا على الفيس حلو جميل جدا، ويكون عندهم تأثير، بس في نفس الوقت انا عايزه اطالبهم ان هم يقللوا بالكلام ده، اديهم اضرار، اقنعهم، اقول لهم طب خلوا الوقت قسموه،
مش طريقه سيب الموبايل، انت لازم تسيب الموبايل، لا الطريقه دي بتبقاش حلوه ومش لطيفه. اه بالظبط، اصدقاء ونصح. تمام. في اي سؤال في الاحتياجات والصفات كل شيء واضح؟ طيب الحمد لله. آه في النهايه، أن تفعل ما بمقدورك لم يعد كافيا، ولكن يجب عليك أن تعرف ما تفعل وأن تحاول لتعرف. تسلمي يا أستاذة آية. دكتور محمد، عند حضرتك أي تعليق؟ تسلمي، ربنا يعزك، ربنا يعزك يا أستاذة ياسمين. طيب دكتور محمد حضرتك، ربنا يخليك يا أستاذة. دكتور محمد حضرتك معانا؟ طيب. أنا بس حابة أقول لكم على الشكر لله يا أستاذة هديل. تسلمي يا رب. تسلمي يا أستاذة إسراء، ربنا يعزك حبيبتي وإياكم يا رب. هقول لحضراتكم مثلا في التحفيز الصفي من الألف إلى الياء. كيف تشرك طلابك في التعلم. آه، آه، ده كتاب، وفي 100 طريقة وطريقة للمعلمين لدفع الطلاب للتعلم. ده برضو جميل جدا. تحفيز الطلاب اللامبالين. يعني أنا عايزة أقول لكم لو دورتوا هتلاقوا كتب كتير أوي بتتكلم في الموضوع ده، وحاجات فيها نازلة PDF، سهل جدا إن أنتوا تحصلوا عليه. طيب دكتور محمد حضرتك سامعنا دلوقتي؟ السلام عليكم دكتور. ايوه ان شاء الله. عليكم السلام. كنت بسأل حضرتك تحب تضيف أي إضافة؟ اه ان شاء الله. بس انا اسف جدا، انا كان جالي تليفون ما عرفتش مين الراجل اللي مات وحنط ده ولا مات. معلش يعني. بس قول لي هو مين وايه السبب. طيب حاضر. ممكن نخلي حضرتك تبحث عن طريق الإنترنت طبعا وتستفيد من المعلومة، وهو نابليون بونابرت. نابليون اه كانت تم او حاجه زي كده. اتعرض لتسمم بمادة الزرنيخ، ومادة الزرنيخ بتخلي دواب الأرض تنفر منها، يا الله. فحافظت عليه من التحلل لمدة 20 عام. وكان في معلومة تانية بعدها ذكرناها، قلنا في اليابان في التسعينات أصيب 160 طفل في نفس التوقيت بالصرع، ولما بحثوا وجدوا إن هم كانوا بيتفرجوا على الحلقة 38 في مسلسل بوكيمون، واستخدموا مؤثرات ضوئية أثرت على الأطفال دي وأصابتهم بالصرع في نفس اللحظة مع بعض. كنا بنقول إن دي يعني شوية أنشطة علمية ممكن نستفيد بيها، إن اسرار إحنا صوتيه. نعرف الطالب. نعم. اسرار صوتيه. مؤثرات ضوئية. ضوئيه. مم. الحاجات اللي زي آه دي بت- بتحصل كتير، ليها قصص كتير. بالظبط كده. فكنا بنتكلم إن إحنا يعني ممكن إن إحنا نستفيد من الحاجات دي، بإننا يعني هي تبقى حاجة مثيرة ليهم يعملوا بحث، وفي نفس الوقت انا اديتهم معلومة عن الضوء اثره ايه، وايه المؤثرات البصرية دي اثرت ازاي وعملت ايه. وضوء ساطع، هو كان ضوء ساطع قوي ادى الى اصابتهم بالصرع. ومثلا مادة الزرنيخ انا كده عرفتهم المادة دي بتأثر ازاي، وهي مادة سامة ونوعها وهكذا يعني. ده كان لان ميس ايه كانت قالت لي ازاي استفيد بالانشطه في ماده الكيمستري او الفيزيكس، فكنت بديها مثل يعني. طبعا بقى هي هيكون عندها يعني ما شاء الله القدره انها تعمل اكتر من كده يعني، فده كان مجرد مثل يعني. في كتير هنجي لها ان شاء الله يا مس رشا. لا، كانت اللي سألت السؤال ده كانت ميس ايه.
يسقاية طيب بص حضراتكم ان شاء الله تمهيدا للمره الجايه هناخد مع بعض دوره التعلم الخماسيه وطريقه التحضير بتاعتها مع بعض الاستراتيجيات الاخرى. فهستاذن حضراتكم درستوا مع دكتور تهاني، دربنا على صياغه الاهداف. تمام. عايز كل استاذ استاذن حضراتكم في مادته صيغ 3 اهداف. تمام. وحاول تحسن الموضوع السمارت، لان احنا اتدربنا على السمارت. تمام. في تعليقات انا ما علقتهاش ساعتها تحسبا على لل... للورشه دي. تمام. فرجاء صياغه 3 اهداف من اي درس تختاره عندك. تمام. والدرس ده مش عايز درس كامل، بس 3 اهداف لهذا الدرس. وعلى سلايد تانية او ملف الوورد تاني اللي هتشتغل عليه عايز 3 اسئله تفكير ناقد، 3 اسئله عصف ذهني، سؤال تفكير ابداعي. تمام. على هذا الدرس في فرصه ذهبيه تطبقوا معانا الحاجات دي عشان نصلحها لو في اي ميس اندرستاندينج. هبعته حاضر على جروب الواتس، هبعته. تمام. لحظه. انا هكتب الكلام ده وهرفع بيه اساينمنت وورد وهترفعوه على المنصه ان شاء الله. هتبقى تاسك على المنصه خلاص. يعني بلاش الواتس، هتبقى على المنصه. هيبقى عشان برضه تجيدوا استخدام المنصات ونظم التعلم سواء عندنا او عند غيرنا. ده المستقبل دلوقتي LMS. تمام. يبقى دلوقتي هيبقى 3 اهداف على اي درس تختاره. العفو، الله يكرمك. و هتصيغ لنا 3 اسئله تفكير ناقد، 3 اسئله عصف ذهني، سؤال تفكير ابداعي. تمام. بس تحسبا سوري تجهيزا للمره القادمه باذن الله. وربنا ينفع بيكم جميعا، ينفع بيك يا دكتور تهاني. في اي اسئله او استفسار لحضراتكم؟ طيب يعني واضح المناخ الصفي، وقلنا الصفات، وقلنا احتياجات الطالب، قلنا كمان ده برضو الحاجات الستة. اتفضل ده برضو اتفضلي. هنرفعه. ايه ايوه هو اللي على هتدفعي؟ لا المنصه. لا. سوري معلش. اتفضل. ال ال هو دكتور محمد يا مستر بيقول ان في يعني assignment هيطلبوه من حضراتكم، هيرفعوا على المنصة، هتكون كاملا منه. هنرفعه على زي الملفات التانية، الملف التاني اللي انا رفعناه. لا الملف الاولاني ده كان اترفع على الدرايف. مش هنرفعه اه على الدرايف، هنرفعه على المنصه المنصة. اللي هي طيب تمام. nofulacademy.com. طيب تمام. تمام. طيب زي ما قلت، بس انا برجع بس مراجعة سريعة كده. قلنا الحاجات الستة للطالب، قلنا ايه هي الاساسيات اللي احنا اتكلمنا عليها عشان نعمل حافز للطالب. اتكلمنا على الفرق بين الحافز والدافع، والدافعية والتحفيز، كل الكلام ده. أرجو إن شاء الله تكون يعني المحاضرة كانت مفيدة لحضراتكم. طولت عليكم. شكرا جزيلا لحضراتكم، استمتعت جدا بوجودي معاكم. يعني المحاضرات اللي فاتت كلها بعتذر عن المرة اللي تغيبت فيها عشان خاطر التعب اللي كنت تعبانة فيه. أنا هكون معاكم إن شاء الله مع دكتور محمد، أستفيد من علمه بإذن الله. وإن شاء الله يعني يا دكتور على راسنا من فوق، ربنا يحفظك. رب ربنا يعزك يا دكتور محمد، ربنا يعزك يا رب. يعني إن شاء الله بإذن الله هتكونوا محضرين بروجكت قوي بإذن الله في نهاية المحاضرات. وبإذن الله حضراتكم يعني تستفيدوا، مش بس استفادة عملية، تكون يا رب إن شاء الله كمان استفادة حياتية. إن إحنا مش بس بنتكلم في مجال الشغل، إحنا بنتعلم حاجات بتفيدنا على مستوى الشخصي والأسري. بالظبط كأننا بنطبق دي ولادنا ودول ولادنا.
واحنا ممكن يعني اللي احنا شغلنا ده يفيدنا احنا بصراحة، ويفيد الناس اللي حوالينا، ويكون حافز لينا ان شاء الله ان احنا ننجح. شكرا جدا لحضراتكم مرة تانية، كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله يعني نشوفكم على خير يوم الخميس 8:30، ما تنسوش عشان ان شاء الله الصيام. جزانا واياكم، شكرا جزيلا لحضراتكم.